حمد الله يعطي كريم بنزيما درسا تاريخيا قاسيا في تنفيذ ركلات الجزاء، ويسجل هدف تاريخي على طريقة بانينكا في مرمى مواطنه المغربي منير المحمدي. الدقيقة 83 الاتحاد متعثر أمام الوحدة وخسر بنتيجة 1-0، ولاعبي الاتحاد يضغطون بكل قوة لتسجيل هدف التعادل بعد إضاعة بنزيما ركلة جزاء. في هجمة عادية للاتحاد قرر المصري أحمد حجازي أن يفاجئ الجميع ويخدع حكم المباراة والفار ويتحصل على ركلة جزاء ويقف على تنفيذها المغربي حمد الله. بعد ذلك حدثت الخرافة التي جعلت فهد العتيبي يفقد عقله على الهواء. الحارس المغربي منير المحمدي كالعادة وقف يستفز مواطنه حمد الله وقام بعمل حركات بهلوانية قبل التنفيذ، ولكن حمد الله قرر أن يصدم الكل بتنفيذ عبقري جنوني لركلة الجزاء أحدث زلزال في السعودية بأكملها. هدف حمد الله الأسطوري في مرمى الوحدة بعد تنفيذ خرافي صادم لركلة الجزاء جعلت كريم بنزيما في حالة إحراج أمام الجماهير، حيث اقتنص فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي فوق صعب على حساب نظير الوحدة في المباراة التي جمعتهم مساء الاثنين بملعب استاد الملك عبدالله في الجوهرة المشعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. جاءت أهداف المباراة عن طريق إيجالو في الدقيقة 36 لصالح الوحدة، قبل أن يعود الاتحاد بهدفين عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 33 و 94 على التوالي. أخفق كريم بنزيما في تسجيل ركلة جزاء احتسبت في الوقت الإضافي من الشوط الأول بعد براعة من حارس الوحدة الذي حافظ على مرماه وقتها بقوة. يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات وتسجيل 41 هدف وتلقى 27.